السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. البنات اليوم ان شاء الله نحضر معكم طريقتي في التحضير ديال القضبان تيجيو فتيين ورطبين. نتمنى ان شاء الله يعني يعجبكم هاد جوج الوصفات مع هذا الطبق ديال اللحم مخضر بالفواكه الجافه اللي تيجي اكثر من رائع. مذاقا وشكلا تيجي رائع البنات بزاف. نتمنى ان شاء الله يعني تعجبكم هاد جوج الوصفات اللي غنشارك معكم. بسم الله البنات، كأول حاجة غادي ندوز باش نحضر معكم طريقتي هكا في التشرميله ديال القضبان. تيجيو رطبين البنات. بالنسبه يعني للعناصر او التوابل اللي عندي قزبور مخلط، معدنوس وقزبور، عندي بصله كبيره مشلضه، معلقه كبيره ديال الزعتره، عندي زيت المائده واحد المعالق كبار، عندي البزار، سكينجبير والخرقوم والكمونه وتحميره. صافي البنات، هنا غادي نبدا نضيف التوابل. والتوابل يعني ممكن تنقصوا ممكن تزيدوا تيبقاو على حساب يعني الرغبه. صافي البنات، نبدا يعني نشرم لها التشرموله، غادي نضيف على هاد اللحيمات وغادي نخليهم نشرملهم ونحركهم مزيان ونخليهم واحد المده تدخل فيهم مزيان ديك التشرموله. ومن بعد عاد غادي نطيبوهم. ضروري البنات يعني الكل تعرف يعني ضروري خصنا نخليو اللحيمات شويه في التشرموله هكا باش تدخل فيهم ديك التشرموله. صافي البنات، نضيف ديك المعلقه ديال الزعترات، نضيف البصيله مشلطه، الربيع، وغادي نحرك هاد العناصر كاملين حتى تدخلهم هاد التشرموله مزيان البنات. نستعملوا يدينا. صافي البنات، نبدا نحرك هاد اللحيمات مزيان. انا البنات انا راه نسيت الملحه، غادي نعاود نضيفها. صافي البنات، المهم غادي نحرك مزيان هاد اللحيمات. غادي نضيف المليحه وتتبقى الملحه على حسب الذوق. انا عندي معلقه، ممكن تنقصوا ممكن تزيدوا. انا نسيت في الاول ما حطيتهاش. صافي غادي نعاود نحرك البنات هاد يعني هاد اللحيمه مزيان. نحاول نستخدموا ايدينا بالاحسن. صافي المهم غادي نغطيها البنات ونخليها حتى واحد الوقيته هكا يعني دير فيها تدخل فيها ديك التشرميله مزيان. هذا غادي نغطيها وغندخلها للثلاجه هكا باش ما تشمش ليا شي حاجه في الثلاجه. صافي البنات، هنايا غادي نغطي وغادي ندوز باش نحضر معكم الطبق ديال اللحم. اللي تيجي زوين البنات، صراحه تيجي هائل. صراحه ما كنتش غنشاركو معكم نظرا لضيق الوقت، ولكن قلت علاش لا ما نشاركو معكم. هنا البنات عندي الحيمات وعندي هكايا بصله كبيره. لينا الحيمات ما كتر ما قلال على حساب، حيت انا غادي نحط القضبان الاولين وعاد غنطبعهم هذا الطبق. هنا غادي نقطع هاد البصيله هكا شرائح ونضيف التوابل. المهم عندي هنايا سكينجبير، عندي الخرقوم البلدي، وغادي نضيف البزار، مليحه تبقى على حساب الذوق البنات. ندير زويته هكا مخلطه ما بين زيت العود وزيت المائده. ضروري البنات انا تندير زيت العود. صافي ونضيف ربيع البنات وغادي نرد هاد الطنجره تشحر هي هاد الحيمات مزيان يتشحروا. صافي البنات، غادي نوضع الطنجره ديالي فوق الطبق فوق البوطه، وغادي نمشي نعمر القضبان يعني نحضرهم باش هكا يعني ندير الفخر حتى هو يطيب. هنايا غادي نوضع واحد شويه ديال البرقوق البنات، هكا واحد الكميه في كاسرونه مع القرفه والسكر، وكذلك واحد شويه ديال المشماش حتى هو هنايا درتو هنايا في الكاسرونه. غادي نضيف ليه عويدات ديال القرفه والسكر ونخليه يطيب حتى يتعسل لينا. صافي البنات، هنا غادي ندوز باش نعمر. غادي نسد على هاد الطنجره ونخليها طيب على خاطرها وندوز باش نحضر معكم او نعمروا هاد القضبان. من بعد ما خليناهم يعني خلينا هاد الحيمات تشربات مزيان تشرموله، وغادي نعمر القضيبات وغادي نخليهم ونمشي نحضر الفخر نخليه هكايا يطيب مزيان. من بعد غادي نطيبهم.
بالنسبة للبنات يعني هاد الزعترة تنضيفها لنا دائما للقضبان، تيجيو رائعين البنات، تجي فيهم ديك النسمة ديال الزعترة، والزعترة صحية تجي زوينة فيهم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الطريقة ديالي. متنساونيش البنات من اللايك والتشجيعات ديالكم، وتنشكركم دائما على المتابعه ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم واللايكات والمشاهدات. شكرا لكم بزاف البنات. هنا من بعد ما عمرت القطبان ديالي اديرتهم تيطيبوا، حطيتهم هكا في شويه فوق المجمر وغنخليهم يطيبوا على خاطرهم البنات، ما نصوت عليهم ما والو، نخليهم يطيبوا تنقلب فيهم حتى يطيبوا على خاطرهم. ومن بعد غادي ان شاء الله نرافقهم هكايا بالسلطات، ونحطهم ومن بعد غادي نحط الطبق اللي حضرت ديال اللحم، نخضر بالفواكه الجافه، تيجي زوينه البنات، تيجي رائع مذاقا وشكلا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. صافي هنا البنات تنحط الحيمات وتنحط مريقه هكايا. انا راه تنحط هادشي بالزربه البنات، صراحه كنت زربانه شويه. صافي البنات انا حطيت هنايا هاد البرقوق وغادي نعاود نضيف هاد المشماش، نضيف هكايا نزين بواحد شويه ديال الكركاع البنات، يعني داكشي اللي متوفر عندنا تنزينو به. شويه ديال اللوز هكا من الفوق، وتيجينا الطبق ديالنا على هاد الشكل، تيجي رائع وتيجي بنين ما شاء الله، تيجي في الشكل ديالو زوين البنات تيشهي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم، وشكرا لكم البنات على المشاهده والمتابعه ديالكم. تنقول لكم شكرا بزاف، ما تنسونيش من اللايك. الى فيديو قادم ان شاء الله، وشكرا، السلام عليكم.